ونواصل هذه النشرة. أحذر وزير الداخلية الفرنسي لوران نوناز من انتهاج سياسة لي الأذرع مع الجزائر بعد أيام من إقرار الجمعية الوطنية نصا غير ملزم قدمه التجمع الوطني اليميني المتطرف، ويدعو إلى إلغاء الاتفاقية الجزائرية الفرنسية لعام 1968، مبديا أسفه للظروف التي جرى فيها هذا التصويت في الجمعية الوطنية. وقال لصحيفة لو باريزيان: الدليل على عدم فاعلية هذا النهج هو أن قناة التواصل اليوم مقطوعة تماما مع الجزائر ومنذ انضمامه إلى الحكومة. شدد نوناز مرارا على ضرورة استئناف الحوار مع الجزائر. فرنسا تحذر من اللعب بالنار. هل بدأت باريس تفقد نفوذها أمام الجزائر؟ بعد تصويت فاجأ الجميع داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، وزير الداخلية لوران نونيز يرفع البطاقة الحمراء بوجه اليمين المتطرف، محذرا من لي الأذرع مع الجزائر. فهل بدأ التحول في لهجة باريس، أم أن الأزمة دخلت مرحلة لا عودة؟ مسلطا الضوء على الحاجة إلى التعاون الأمني، خصوصا في مكافحة الحركات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي. ومن باريس ينضم إلينا أسامة حريري المحلل السياسي. أهلا بك سيد أسامة معنا. إذا أردنا أن نقرأ تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، برأيك هل تمثل تغييرا في لهجة باريس تجاه الجزائر لا سيما بعد الفتور في الفترة السابقة؟ مرحبا، مساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام. يعني هي العلاقات، التوتر العلاقات بين فرنسا والجزائر يعني فعليا أصبح كبيرا جدا، والهو أصبحت كبيرة خاصة خلال فترة ولاية وزير الداخلية الأسبق برونو غوتايو. وعندما جاء لوران نونيز الذي كان له أيضا باعا طويلة في وزارة الداخلية وفي المخابرات وفي الأمن الداخلي، وكانت له علاقات مع مصادر جزائرية أو أيضا مع مسؤولين في المخابرات الجزائرية، عندما جاء هو مكان برونو غوتايو كان هناك تفاؤلا نوعا ما وحديثا عن أن العلاقات ربما ستستأنف بين فرنسا والجزائر لأن النهج سيتغير. ولكن عندما قررت الجمعية الوطنية التصويت لصالح قرار إدانة الاتفاق بين فرنسا والجزائر، تدهورت الأوضاع أو العلاقات، توترت من جديد. وهذا يبين بأن هناك تيار كبير جدا في فرنسا غير مستعد بتاتا لاستئناف العلاقات، وأنه لا بل على العكس يستفيدوا من توتر. يبدو أن باريس بدأت تراجع حساباتها بعد أن اصطدمت بجدار الرفض الجزائري الصلب. فهل تعود لغة الحوار، أم أن الجفاء سيتحول إلى قطيعة كاملة؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك. أفكارنا الأصلية ومظهرنا الخاص أصبح مصدر إلهام للكثيرين. شكرا لكم على جعلنا مرجعا.